السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. قبل ما نبتدي الفيديو نسلم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وبارك عليه، ولايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وندوس على زر الجرس عشان يجيلنا كل جديد. النهارده زي ما انتم شايفين، النهارده هنعمل احلى حواوشي، احلى من بتاع المحلات، اهو هنقول زي بتاع المحلات. كريسبي من بره، نشف من بره، محمص كده من بره، ومن جوه طري. طبعا ما اقولكمش بقى، ريحته تحفه وطعمه تحفه. اللهم بارك. شايفين بسم الله ما شاء الله اللحمه ازاي عامله شكلها ايه؟ اهو اللهم صل وبارك. آه من الحواوشي طبعا عارفين من الحاجات اللي كل المصريين بيحبوها، واللي بيعمل الحواوشي مره او بيدوقه مره لازم بيحب ياكله على طول. المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه، وان شاء الله تبقى في متناول اي حد ممكن يعملها. وفي اي وقت عندك نص كيلو لحمه مفرومه وعايز محتاره تعملي ايه، مش هتلاقي اسهل من الحواوشي انك تعمليه ويجهز معاكي في اقل من نص ساعه تكوني عملتيه. زي ما قلت لكم مقادير سهله وبسيطه. نص كيلو لحمه مفرومه، ده نص كيلو وكان فيه دهن بسيط، فانا زودت عليه 100 جرام كمان دهن، قطعتهم بالسكينه او تعمليهم في الكبه، ضفتهم، يعني دول حوالي 600 جرام بالدهن. ونص كيلو بصل، يعني نص كيلو لحمه بياخد نص كيلو بصل، وحوالي ربع كيلو فلفل رومي. طبعا لو انت عايزاه سبايسي هتضيفي قرن حامي، لكن الفلفل الرومي اساسي، بتحطي الكميه دي. اهو فلفل رومي وقرن سبايسي لو انت عايزاه حراق. والتوابل بتاعتنا فلفل، كزبره، كزبره ناشفه، فلفل اسود، بهارات لحمه، ربع معلقه حبهان على ورق لوري انا بطحنهم مع بعض، ومعلقه ملح. الملح ده بقى برضك بتاعك انت، تزودي الملح تنقصي الملح، ده بتاعتك انت. دي ما دي البهارات الحواوشي زي المحلات. ما احطش بقى توم باودر وبصل باودر واجود في البهارات، هضيع طعم الحواوشي. ولا احط خضره ولا طماطم. الحواوشي بتاع المحلات هو بصل وفلفل ولحمه بس، عشان تاكلي اكنك بتاكليه بره. لو جودتي بقى عن كده هتضيعي طعمه خالص، وبالذات البهارات لو زودتي البهارات عن كده هتضيع طعم اللحمه بتاعتك وطعم الحواوشي بتاعنا اللي احنا عايزينه. تمام. وهنضيف بقى اللحمه على البصل، على البهارات، على الفلفل. مفيش اسهل من كده. اي اكله سهله مفيش اسهل من كده. محتاره تعملي ايه وعندك بقى نص كيلو لحمه في الفريزر، ومش عارفه تعملي بيه ايه، هتقولي ايه هعمل ايه؟ مفيش اسهل من الحواوشي، وجنبه شويه بطاطس محمره، وتبقى عامله ايه، وشويه سلطه كده، شويه مخلل، ويبقى وجبه غذائيه متكامله. مفيش احلى من كده. وعيالك وولادك هيتبسطوا منها قوي. اهي الكميه اهي، اللهم صل وبارك. دي هتعمل لنا حوالي 10 ارغفه. العيش طبعا لما اجيبه ولا بروح اي فرن جنبي اوصيه اقول له عايز عيش حواوشي، عشان بيتخنوا لي شويه وبيخلوه لي ابيض، ما يسووش قوي، وفي نفس الوقت يبقى تقيل ويتحمل الفرن لما احطه يستوي. تمام. هتفتحي بقى بالسكينه ولا بالمقص ايا كان اللي عندك، واهي ادي واحد اهوت، وهنفتح كل بقيه العيش بالطريقه ديت. تمام. واخد بقى حوالي كوره كده في ايديا بالوايم كده اقدرها. لان الحواوشي من الحاجات اللي ما بتبقاش يعني دوك عايزه طبقه في الرغيف، مش بيبقى محتاج انك تحطي لحمه كتير، هو بتبقى طبقه في الرغيف كده يبقى طعمه طعم وحلو. احنا بنقلد المحلات يعني، فبيطلع زي المحلات، هم بيعملوه كده فعلا. فألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، وتعملوا له ولادكم وحبايبكم وتفرحوهم وتاكلوهم الاكل اللي بياكلوه بره ياكلوه في البيت بطعم بره، يبقى بايد مامتهم، ضامنين لحمتنا، ضامنين نظافتنا، ضامنين كل حاجه، فبنبقى عاملين حاجتنا بايدينا، وفي نفس الوقت بيبقى الطعم بتاع بره. تمام. اهي اللهم صل وبارك. هو يعمل لنا كميه كويسه. لو عدد الاسره كبير هتزودي بقى، يبقى كيلو الا ربع لحمه، كيلو لحمه. كل ما المهم ان نص كيلو اللحمه بياخد نص كيلو بصل، ربع كيلو فلفل. لو انت فرد اسره من فردين هتعمل ربع كيلو لحمه، يبقى ربع كيلو بصل، يبقى حوالي قرنين فلفل رومي، يعني نص الربع، يعني حوالي تمن فلفل رومي. ماشي. اهو نعمل بقى كل الكمية. اللهم صل وبارك. ندعي الدعاء بقى بتاعنا: اللهم الطف بنا وبعبادك المستضعفين في كل مكان،
وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين، يا مغير الأحوال غير حالنا لأحسن حال. اهو اللهم صل وبارك. هنعمل بقى كل الكميه بتاعتنا، نكون مسخنين الفرن بقى ايه، على درجه عاليه، على اعلى درجه. وبعد كده لما اجي احط الحواوشي ايه، اوطيه على درجه 180 عشان انا عايزه الحواوشي بتاعي اللحمه تستوي من جوه. تمام. اهو هجيب بقى ادهن الصاج بتاعي، يكون صاج كده يتحمل تقيل او صينيه تقيله، المهم حاجه تتحمل عشان الحواوشي بتاعنا ما يتحرقش. وادهنه بقى زيت او سمنه. انا دهنته زيت، زيت ما يكونش زيت نضيف، ما يكونش ليه ريحه. دهنته زيت عشان انا حاطه دهن كتير، فلو الدهن كفيل عندي ان يديله يخليه طعمه حلو. لكن انت عايزه تحطي سمنه حطي سمنه، ما فيش اي مشكله، دي حاجه بتاعتك انت. وادهنه بقى كله كده عشان انا عايزاه كريسبي من بره. بدهنه ليه بالزيت او بالسمنه عشان يبقى كريسبي، وما يعني من بره كده محمص ومن جوه طري. تمام. اهو بسم الله ما شاء الله. الحواوشي طبعا من الحاجات اللي كلنا بنحبها، طعمه تحفه. وطبعا ما تقفريش زي ما قلت لكم في البهارات عشان يطلع زي بتاع بره. كترتي البهارات وحطيتي حاجات اضافيه هتطلعيه طعمه مختلف، مش هيبقى زي بتاع بره. تمام. هخلص كل الكميه بتاعتي اهي، وحشيت كل الكميه دي، ودول برضك هحطهم في صاج تاني او صينيه تاني موجوده عندك. وهبتدي بقى اروح مدخلاه الفرن عشان ايه يستوي. بعد كده هيقعد له في الفرن بتاع حوالي من 10 دقايق لربع ساعه، واخد بالي عشان ما يتحرقش مني، واروح مقلباه. اهو ادخله كمان 10 دقايق. اهو انا بوطي النار شويه على 180، خليها على 180 عشان اللحمه من جوه تستوي. وطلع معانا اهوت، ما كملش سوى الموضوع كله، ما كملش نص ساعه وطلعته. هو الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، طري من جوه وكريسبي من بره، وريحته تحفه وشكله تحفه، ويعني طعمه بصراحه خطير. الف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. طبعا يا حبايبي ما تنسوش تشيروا الفيديو لحبايبكم واصحابكم عشان يعملوا الحواوشي لاولادهم ويستفادوا من الفيديو. طبعا هو زي ما قلت لكم مخلل العود المعصفر اللي انا عملته اهو، هنحطه ناكله جنب الحواوشي. بسم الله ما شاء الله استوى اهو، وكمان تحفه. المهم انه ايه، ان تستفادوا من الفيديوهات وتعملوها. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.